فيلم ذا جاد فازر. الفيلم ده قبل ما يتصور حصلت حاجة غريبة جدا، إن زعماء المافيا الإيطالية بنفسهم كانوا بيضغطوا بكل الطرق إن الفيلم ده ما يتعملش، وبعد خناقات وتهديدات للممثلين والمخرج ومفاوضات كتير أخيرا خرج الفيلم للنور، لكنه عمل حاجات غيرت تاريخ السينما للأبد. فإيه اللي حصل ورا الكواليس؟ والغريب إن المخرج اللي عمل أعظم فيلم في تاريخ السينما، الاستوديو اللي أنتج الفيلم ده كان عايز يمشيه من أول أسبوع. فرانسيس فورد كوبيلا ما كانش في بداية السبعينات هو الاسم اللامع اللي لما بيتحط على فيلم بينجحه. هو كان مخرج شاطر اوكي، وكان عامل شوية افلام جابت له شوية مدح، بس ما كانش مخرج شباك، ما كانش افلامه بتجيب افضل ايرادات في كل سنة مثلا. وعشان كده هو ما كانش اول اختيار في الاخراج للشركة اللي عملت ذا جاد فازر. استوديو بارامونت كان بيدور على مخرج مشهور عشان يضمن جزء من نجاح الفيلم، بس اغلب المخرجين المشهورين في الوقت ده كانوا بيرفضوا الرواية اول ما يشوفوها، لان هم كانوا شايفين ان الرواية دي مجرد فيلم عن حروب وعصابات وضرب نار وحاجات كده الناس ما كانتش مهتمة بيها. والغريب ان كوبيلا نفسه في بداية العرض ده مجاله هو برضه رفض الفيلم، وكان شايف ان الفيلم ده مش من النوع اللي هو نفسه يعمله، وان هو مجرد فيلم عصابات برضه. بس مع الازمه الماليه اللي هو كان بيمر بيها في الفتره دي، رجع قرا الفيلم تاني وحاول يلاقي قصه مختلفه. والغريب انه اكتشف ان الروايه ما كانتش اساسها المافيا اصلا، القصه كانت عن عيله مهاجره واب بيحاول يورث ابنه النفوذ والسلطه بكل ثمنها. وهنا كوبيلا شاف بصيص من النور وقرر يوافق، ولكن كان عنده شرط واحد، انه هيحول الفيلم ده بدل ما يكون عن الجرائم والعصابات هيخليه فيلم تراجيدي عن الاحداث العائليه. وبالمناسبه القرار ده هو اللي غير تاريخ السينما للابد. شركه بارامونت كانت عايزه فيلم تجاري يحقق ايرادات كتير وما يكونش ممل، وفي نفس الوقت بميزانيه قليله، ولكن كوبيلا كان مصر ان الفيلم يكون بطيء في سرده، مليان احداث وتفاصيل تاريخيه، وايقاعه ما يكونش سريع. والاستوديو كان شايف ان ده هيخلي الفيلم تقيل على المشاهد وممل، مش هيبقى فيلم تجاري ولا هيجيب ايرادات. والاستوديو اعترض على اختيار الممثلين، اعترض على اختيار الباتشينو، اعترض على اختيار مارلون براندو، اعترض على اماكن التصوير، طريقة الاضاءة، واعترض حتى على مدة الفيلم والايقاع البطيء. تقريبا كانوا في كل اجتماعاتهم بيناقشوا فكرة ان احنا لازم نبدل المخرج. كوبيلا مش هيعمل المطلوب منه ومش هيعمل اللي احنا عايزينه، الفيلم مش هيحقق الايرادات اللي احنا عايزينها ومش هينجح. وفي فترة من فترات تصوير الفيلم كان بيروح مسؤولين فعلا من استوديو بارامونت يقفوا مع كوبيلا في مواقع التصوير ومتربصين له كده، واقفين له على غلطة، مع اول غلطة هيعملها تكون مبرر ان هو يمشي هيمشوه. ولكن لما كوبيلا صور اول كام مشهد من الفيلم وبدأ يعرضهم على الشركة لقت حاجات هي ما كانتش متوقعاها. هو الفيلم فعلا تفاصيله كتير وايقاعه بطيء، بس الايقاع مليان توتر، والتفاصيل ضايفه روح وضايفه حياه للفيلم، وتحس فعلا انك داخل في تفاصيل بيت العيله مش داخل فيلم عصابات. ومن اللحظه دي الاستوديو فعلا خفف الضغط عليه شويه وبداوا يسيبوا له مساحته عشان يعرف يشتغل. ولما اكتمل العمل وبدأت تبان ملامحه، هم خدوا بالهم ان هم قدام عمل استثنائي مش مجرد فيلم عادي. اللي عمله كوبيلا في الفيلم ده وخلاه استثنائي هو انه غير زاوية النظر نفسها. بدل ما انت شايف رجل عصابات، انت شايفه من بعيد مجرد واحد لابس بدلة وماشي يقتل في الناس وبيشرب سيجار. لا، هو خدك من ايدك ودخلك جوه تفاصيل حياتهم الشخصية، خلاك تشوفهم وهم بشر، خلاك تشوفهم وهم بيخافوا وهم بيغلطوا وهم بينجحوا وهم بيحبوا. وده السبب اللي مخلي ذا جاد فازر يتشاف لحد النهاردة على انه مش مجرد فيلم مافيا، بيتشاف على انه معاناة انسانية او ملحمة انسانية، ولكن بالصدفة طلع ابطالها رجال مافيا او رجال عصابات. كوبولا لو كان دخل المعركة دي لوحده مع الاستوديو الانتاج كان ممكن يخسرها، وده ودانا لمشكلة أكبر، مشكلة اختيار أبطال الفيلم. استوديو بارامونت قانعة ان مارلون براندو انتهى، وان وجوده في الفيلم كبطل دي مخاطرة كبيرة ممكن تخلي المشروع كله يفشل. يعني تخيل ان الشخصية الاشهر في تاريخ السينما كانت هتروح لبطل مختلف. بس في الحقيقة هو في السبعينات مارلون براندو ما كانش بالنجاح اللي احنا شايفينه دلوقتي. هو كان دايما معروف بسمعة سيئة، يعني كان دايما بيتأخر على لوكيشنات التصوير، بيتخانق مع المخرجين والمنتجين، واحيانا ما كانش بيحفظ دوره كويس، وكان دايما افلامه ما بتجيبش النجاح اللي انت متخيله، ما بتجيبش المبيعات اللي هم كانوا مستنيينها. فده كان من ضمن الاسباب ان هم يشوفوه مخاطره. بس كوبيلا كعادته كان مختلف مع الكل، وشايف ان الدور ده بالذات مش هينفع حد يعمله غير مارلون براندو، هو اكتر واحد هيقدر يظبط الدور. الاستوديو وافق وقال بشرط، احنا لازم نعمل له الاول اختبار اداء، وده بالنسبه لممثل قديم بحجم براندو دي اهانه. والاستوديو قرر ان هو يحط العقده في المنشار ونشوف، والله تعالى اعمل اختبار اداء، نجحت معانا تمام هنختارك، ما نجحتش معانا
هنشوف غيرك. بس الغريب ان براندو وافق انه يعمل اختبار الاداء. مارلون براندو يوم اختبار الاداء وقف في بيته قدام المرايه، سرح شعره، لبس بدله، وعمل حركه ودت الشخصيه في حته تانية. هو انه جاب مناديل وقعد يحشرها في فكه عشان يخلي فكه عريض، فاصبح شكله بس لوحده بيخوف. تخن صوته وبقى شبه البولدوج كده، اللي هو وجوده لوحده في المكان مرعب من غير ما يتكلم ومن غير ما يقول اي حاجه. الاختبار كالعاده اتصور بكاميرا بسيطه بس عشان يوضح رياكشنات الشخصيه، وبمجرد ما المسؤولين عن الانتاج شافوه هم غيروا رايهم تماما. وبعد ما بدأ في الشغل واستلم دوره اتعمل له فك اسنان مخصوص، تقويم اسنان عشان يخلي شكل الفك زي ما كان هو عامله بالمناديل، ويحافظ على الشكل ده ثابت طول الفيلم. وده الشكل المميز اللي كان لفيتو كورليوني. اغلب الناس فاكره ان كريليوني كان واخد قوته بانه زعيم مافيا، ولكن الشخص ده ما كانش بيهدد، ما كانش بيزعق، ما كانش بيصرخ، بالعكس تماما. هو كان صوته هادي ودايما بيتكلم بالراحه كده وبهدوء، وكأن الشخص اللي قدامه هو اللي لازم يقلق. وده خلق نوع جديد من الشخصيات القويه في السينما، شخصيه تقدر تفرض هيبتها بالصمت مش بالصوت العالي. انت فاكر القطه اكيد اللي كانت على رجل براندو في اول الفيلم؟ القطه دي الحقيقه ما كانتش موجوده في السيناريو ولا كانوا عاملين حسابها. هو المخرج لقى قطه ماشيه في اللوكيشن، راح واخدها بكل بساطه حطها على رجليه، وهو اتعامل معاها على طبيعته. وده اللي خلق التناقض اللي كان في الشخصيه، ايد بتتحط على القطه وبتلمسها بكل حنان، وفي نفس الوقت بتاخد قرارات بقتل ناس وتغيير مصير ناس بمنتهى الجديه. وده وراك الخلطه كده كامله بتاعت شخصيه كلوني في مشهد واحد. بعد فيلم ذا جود فازر اي مخرج عمل شخصيه قائد او زعيم عصابه هو قارنها بكريليوني في الفيلم ده بشكل او باخر، وكأن براندو كتب كتالوج جديد للزعيم في السينما والناس كلها بقت تقلده وتمشي عليه. ولكن الغريب ان براندو مش الشخص الوحيد اللي اترفض من الاستوديو، لان بطل الفيلم الحقيقي الباتشينو هو كمان اترفض، لان الاستوديو ببساطه ما كانش شايفه ولا طويل ولا كاريزما ولا شكله حلو ولا عنده القبول اللي يخليه يكون هو البطل في اضخم فيلم في تاريخ هوليوود. ولكن لما كوبيلا بدأ يرشح الممثلين هو كان عنده اسم واحد بس لدور مايكل كورليوني ابن زعيم العصابه، وهو كان الباتشينو. وقتها الباتشينو كان ممثل ناجح، ولكن كان ناجح في المسرح، ما كانش ممثل سينما، كان لسه في بدايته، ما كانش عنده اي افلام ناجحه ولا اي بطولات تخلي الاستوديو يراهن ان هو هينجح الفيلم. ولما اختاروا المخرج كان بالنسبه للاستوديو ده قرار غير منطقي. والمشكله ما كانتش في تمثيله، والمشكله كانت في شكله. هما كانوا شايفينه انه قصير وهادي زياده عن اللزوم وما عندوش الكاريزما اللي عند نجوم هوليود. الاستوديو كان عايز اسامي اكبر زي روبرت ريدفورد او وورن بيتي او حتى جاك نيلسون، ولكن ببساطه المخرج رفض. وده لان كوبيلا كان عنده رؤيه، كان شايف ان مايكل ما ينفعش يبان بطل من اول القصه، لازم في البدايه كده الجمهور يشوفه شخص عادي. وده لان كوبيلا كان فاهم كويس قوي ان رحله مايكل دي هي قلب الفيلم. في الجزء الاول من الفيلم مايكل بعيد عن العيله، راجل حرب متعلم، عايز يروح في سكه مختلفه تماما عن اللي عيلته فيها. فلو جبت ممثل كاريزما بتاعته طاغية من البداية، الجمهور ممكن يتوقع من أول لقطة في ظهوره هو ده الزعيم اللي مش بيقولوا عنه يعني. لكن الباتشينو كان عنده ميزة نادرة قوي، إن هو بيعرف يمثل بأقل مجهود. يعني نظرة منه، سكوته، ابتسامة صغيرة، الحاجات البسيطة اللي كان بيعملها كانت بتقول أكتر من أي حوار. وفعلا بعد أول كام يوم تصوير مسؤولين بارامونت ما كانوش مقتنعين، كانوا شايفين إنه هادي زيادة عن اللزوم ومش شايل الفيلم، وكان في نقاشات جدية في إن هم لازم يبدلوه. بس كوبيلا كان متمسك بيه وقال لهم انتوا بتحكموا على شخصية لسه ما بدأتش، لحد ما وصلنا لمشهد المستشفى. وهنا مايكل اكتشف ان ابوه في خطر حقيقي، وبدأ ينقل مكان السرير بتاعه بايده ويقف جديا قدام رجال المافيا بدون اي خوف. في مشهد ده الشخصية بدأت تتغير، بس التغيير الحقيقي جه في مشهد المطعم لما الكاميرا وقفت على وش الباتشينو لمدة ثواني قبل ما يبدأ يضرب نار وقبل ما يبدأ يعمل اي حاجة، كأنها بتخليك تفكر ان الشخص اللي دخل المطعم ده مش هو نفس الشخص اللي هيخرج منه. وهنا الاستوديو بدأ ان هو يقتنع. عبقرية الاداء اللي قدمه الباتشينو ما كانش تغيير مفاجئ في الشخصية، بالعكس هو كان تغيير محسوب، كان كل حاجة بتحصل متخطط لها من البداية. يعني كان دايما بيتكلم اهدى، بيقعد بعيد عن العيلة، ومع كل قرار وكل خسارة وكل جريمة بتحصل هو بيبقى اهدى، بس شخصيته من جواه بتبقى ابرد. وده اللي خلى رحلة تحول مايكل تعتبر من اعظم رحلات التحول في تاريخ السينما. وده يمكن من اعظم قرارات المخرج كوبيلا، ان هو مش اصراره على مارلين براندو لكن اصراره على الباتشينو. لان الفيلم في البدايه تحس ان هو بطوله كريليوني، دون كريليوني، ولكن في الاصل قصه الفيلم كانت بتدور حوالين رحله سكوت
مايكل كورليوني. ومع أول عرض للفيلم تبدأ تظهر قدامنا مشكلة جديدة تماما. بعض الناس المسؤولة عن تنفيذ الفيلم ده في استوديو بارامونت شافوا الفيلم، وأول تعليق ليهم كان إحنا مش شايفين وشوش الممثلين. كان بالنسبة لهم إن مدير التصوير بوظ الفيلم بالطريقة دي، الفيلم مضلم ووشوش الممثلين مش واضحة، عينيهم تقريبا مش باينة. ولكن بعد سنين بنبدأ نشوف إن ده بقى أسلوب بيتم تدريسه في مدارس السينما. وورا الأسلوب العظيم بتاع تصوير فيلم ذا جاد فازر كان فيه اسم مهم جدا، وهو جوردون ويلس. مدير التصوير ده هوليود لقبته بعد كده ببرنس اوف داركنس أو أمير الظلام. والحقيقة إن اللقب ده ما جاش من فراغ، لأن المتعارف عن السينما وقتها إن لازم الفيلم يكون منور جدا، ووشوش الممثلين لازم تكون منورة وواضحة، عينيهم واضحة، كل تفاصيل وشهم ولبسهم كل حاجة منورة وواضحة للجمهور. بس جوردون ويلس قرر ان هو يقلب القاعدة دي، قال انا مش عايز الجمهور يشوف كل حاجة، انا عايز اسيب جزء من الحاجات اللي الجمهور بيشوفها لاحساسه. وخد قرار في تصوير فيلم ذا جاد فازر ان هو هيخلي دايما الاضاءة فوق دماغ الممثلين، وده خلى عينيهم تدخل جوه وتبقى مظلمة. خصوصا لو ركزت مع فيتو كورليوني في اغلب الفيلم هتلاقي عيونه مستخبية، والحقيقة ان ده كان مقصود. ويلس وكوبيلا كانوا عايزين يقولوا حاجة بس من غير ما يتكلموا عنها، وهي ان الشخصية كل ما سلطتها بتزيد كل ما بتبقى غامضة اكتر، وبيبقى صعب ان انت تقراها وتفهم ايه ممكن ردة الفعل اللي تيجي منها. وده بيخلي مجرد وجود الشخصية دي مرعب، لان دايما الغموض او عدم الوضوح بيكون مرعب اكتر بكتير من انك تكون عارف كل حاجة وشايف كل حاجة. حتى الالوان كلها كانت محسوبة، مفيش اي الوان زاهية، مفيش اصفر ازرق احمر، الالوان كلها كانت غامقه وسودة وذهبي وبني، كأنك بتتفرج على لوحة من ألواح زمان اللي مرسومة بالزيت اللي بتبقى ألوانها كلها باهتة دي. وده علشان يحسسك إن الفيلم ده مختلف، وإن دي أسطورة عائلية قديمة مش مجرد فيلم عصابات بتقتل بعض. المخرج ومدير التصوير كان دايما بيحبوا يحطوا الشخصيات جوه إطار، يعني يحطها ما بين ممر، ما بين ستارة، جوه باب، فريم باب والشخصية جواه، وعشان يحسسك دايما ان الشخصية دي محبوسة في اطار. وده بيعكس فكرة الفيلم ان السلطة دايما مش حرية، السلطة احيانا بتكون سجن. ولو شفت مكتب دون كريليوني هتلاقي المكتب دايما ضلمة، الإضاءة داخلة بالعافية، دايما الستاير مقفولة، الناس هي اللي بتدخله وعمره ما راح لحد، ومن أول لقطة ومن أول فريم انت عرفت مين الراجل ده. وده اسمه فيجوال ستوري تيلينج، هو انك تحكي قصة او توصل معلومة من شكل الفريم بس. ودايما طول تصوير الفيلم ده كان المسؤولين عن تنفيذ الفيلم واقفين جنب المخرج ومدير التصوير وبيسألوهم ليه الفيلم مضلم كده، وكانوا دايما خايفين ان اول شكوى للجمهور بعد ما يشوفوا الفيلم ان الفيلم مضلم وانهم مش شايفين حاجة ولا شايفين وشوش الممثلين. بس كوبيلا كان واقف دايما في ظهر ويلس وقال انه مش هيغير اسلوب التصوير وان هو هيصور بالاسلوب ده، وكان واحد من اهم اسباب تميز الفيلم. الناس كانت فاكرة ان جزء من هيبة ذا جاد فازر كانت جاية من الممثلين او من الاخراج، لكن الحقيقة ان جزء كبير قوي من هيبة الفيلم ده بترجع لطريقة التصوير وطريقة الاضاءة اللي كانوا معترضين عليها. جوردون ويلز في الفيلم ده ما كانش هدفه انه ينور وشوش الممثلين، هو ما كانش بيحط اي شعاع ضوء في اللوكيشن غير وليه سبب، او بينور يخليك تشوف معنى معين. حتى الظلال في الفيلم ده كان ليها دور وكان ليها وظيفة عشان تقول حاجة وتوصل لك معنى من غير ما يتكلموا، من غير ما ينطقوا بكلمة واحدة. في بداية الفيلم ظهر لك جملة I believe in America. I believe in America. والعظمة ما كانتش في الجملة، العظمة كانت في الصورة اللي ورا الجملة. كان بوناسيرا قاعد عمال بيحكي وبيتكلم، انت مش عارف هو مين وبيتكلم ليه او بيحكي لمين، والكاميرا ببطء شديد عمالة ترجع لحد ما فجأة بتكشف عن وش شخص قاعد بيسمعه بكل هدوء. الشخص ده كان دون كورليوني. من غير ما ينطق كلمة واحدة على طول اول احساس بيجي جواك ان الشخص ده صاحب المكان. ودي كانت واحدة من أعظم دخلات الأبطال في تاريخ السينما، من غير استعراض ومن غير أي دوشة. وبعدها على طول كوبيلا قرر يعمل أكتر حركة عبقرية، نقلك من المكتب الهادي الضلمة على طول للفرح، مش عشان يعيشك أجواء الفرح ولكن علشان يوريك كل أفراد العيلة ويعرفك عليهم من غير ما تحس. ودي كانت من أذكى الطرق لتقديم الشخصيات في السينما. المشهد اللي غير الباتشينو للأبد، لاحظ إن كوبيلا في المشهد ده حاول إن هو يقلل الحوار، اعتمد بس على لحظات الصمت والانتظار والتوتر قبل ما مايكل يمسك المسدس ويدوس على الزناد. واللحظات دي كانت اهم بكتير من لحظات الزناد نفسها او لحظات ضرب النار نفسها. حتى صوت القطر في المشهد ده اللي كان بيعلى بالتدريج بيوريك قد ايه الضغط النفسي على مايكل عمال يزيد.
ولما بيبدأ فعلا ضرب نار انت بتحس ان الشخصية نفسها هي اللي اتغيرت مش بس المشهد، وده بالنسبة لناس كتير هو اعظم مونتاج متوازن في تاريخ السينما. كوبيلا بيوريك مايكل بعدها وهو واقف في الكنيسة بيرد على الأسئلة الدينية وبيعلن إيمانه، وفي نفس الوقت رجالته دايرين في المدينة يقتلوا في الناس وينفذوا في اغتيالات. الفكرة مش مجرد نقل بين المشاهد، الفكرة ان هو يوريك ان الشخص اللي واقف في الكنيسة وبيعلن إيمانه هو نفس الشخص اللي بيدي أوامر بالقتل بس من غير ما يقولها بصراحة. الفيلم كان بيكشف التناقض اللي بقى عايشه مايكل، وده دليل عبقري ان المونتاج يقدر يحكي فكرة كاملة من غير اي شرح. عبقرية كوبيلا ما كانتش انه يعرف يصور مشهد حلو، عبقريته كانت انه يخلي كل مشهد بيخدم القصة فعلا. يعني الفيلم ما اعتمدش انه يكون فيه لقطات بس معمولة عشان يكون شكلها حلو، كل مشهد، كل صمت، كل انتظار، كل حركة كاميرا كانت بتقربنا اكتر واكتر من فهم الشخصيات. وده السبب اللي خلى لحد النهارده اغلب طلبة الاخراج بيدرسوا فيلم ذا جاد فازر مش بس عشان يقلدوه، ولكن عشان يفهموا قد ايه الصورة ممكن تحكي اكتر من قصة بدون اي حوار. وبعد أكتر من 50 سنة لو جبت أي قائمة عشوائية لأجمل 50 فيلم في تاريخ السينما لازم تلاقي فيها فيلم ذا جاد فازر. والسؤال الحقيقي هنا هو ليه؟ وده علشان كتير من الأفلام كانت ناجحة، كتير من الأفلام خدت أوسكار، بس مش كتير من الأفلام غيرت شكل السينما. أما بالنسبة لفيلم ذا جاد فازر فهو عمل الاتنين، عمل النجاح الجماهيري اللي كان بيحلم بيه الاستوديو، وفي نفس الوقت خلق مدرسة جديدة في صناعة الأفلام. اي فيلم مافيا اتعمل بعد منه ما بقاش مجرد مطاردات او ضرب نار، هو بقى فيلم عن الخيانة وعن السلطة وعن العيلة وعن التمن اللي الانسان بيدفعه لما بيقرر يسيطر على كل حاجة. ولو بصيت على اي عمل بيتكلم عن الجريمة المنظمة او المافيا بعد سنة 72 اللي اتعمل فيها ذا جاد فازر هتلاقي في لمسات من فيلم ذا جاد فازر موجودة في نفس الاعمال دي، لان الفيلم ده اثبت ان الشرير مش بيكون شرير طول الوقت، احيانا بيكون اب وبيحب اولاده، احيانا بيكون شرير وقاتل بس ليه برضه تصرفات بتخليك تتعاطف معاه كإنسان. والفكرة دي غيرت طريقة كتابة الشخصيات في السينما كلها. والسبب الحقيقي ان الفيلم ده عايش لحد دلوقتي مش انه بيتكلم بس عن المافيا، هي المافيا كانت مجرد خلفية، لكن في عمق الفيلم هو كان بيتكلم عن العيلة والسلطة والورث، وعن الشخص اللي كان دايما بيهرب من حاجة معينة وبيكتشف ان هو اساس الحاجة دي بعد كده، ان هو بيتحول لنفس الشخص اللي كان طول حياته بيهرب منه. وعلشان كده لو نقلت نفس القصة من ايطاليا لنيويورك لليابان هتفضل القصة برضه عايشة وشغالة ومكملة عادي. ويمكن من اعظم الانجازات لفرانسيس كوبرا في اخراج الفيلم ده هو خلاك تتعاطف مع ناس يمكن لو شفتهم في الحقيقة انت هتخاف منهم وهتخاف تقرب لهم، وخلاك تشوف ان السلطة دي مش هدية، ده عبء كبير، وان يمكن وانت بتحاول تحافظ على العيلة تكون سبب في ضياعها. وده يمكن اعظم درس سابه فيلم ذا جاد فازر. ومن وقتها اي حد بيقرر يحكي قصة عن العصابات او صراع العائلات او الصراع على السلطة والنفوذ كان لازم يعدي من تحت ظلال ذا جاد فازر، كان لازم الفيلم يكون معلم معاه ومؤثر فيه بشكل او باخر. الفيلم ده اصبح مرجع لكل الافلام اللي اتعملت شبهه بعد كده. ولو وصلت معانا لحد هنا فانت اكيد واحد من الناس اللي بتحب تتعمق في اسرار الكواليس للافلام العظيمة وازاي اتعملت وايه اللي خلاها عايشة ومكملة معانا لسنين. ولو عجبك التحليل ده ما تنساش تعمل متابعة وتفعل الجرس عشان تكون من أول الناس اللي هتشوف معانا تحليلات وأسرار الحلقات الجاية. وافتكر دايما ورا كل فيلم عظيم في حكاية أعظم. أشوفكم الرحلة الجاية، سلام.